مساء الخير واهلا وسهلا بكم في قناه ارت مراد. اولا وقبل كل شيء نقول اسعد حظ نتمناه للفريق الوطني لاقل من 23 سنه في المباراه النهائيه اللي كتسنى عليها بضع ساعات مع الفريق المصري في النهائي ديال كاس افريقيا للاعبين اقل من 23 سنه. اذا الحظ موفق، وعندما نقول حظ موفق ما كنقصدوش بان الانجازات ديال الفريق الوطني هي يعني بسبب الحظ، بل هي بسبب يعني التهيئ الجسدي والتهيئ الفني والمجهودات على المستوى التنظيمي وعلى مستوى البنى التحتيه. اذا هذا البزوغ وهذا ديال النجم المغرب في كره القدم الحقيقه ما هو الا صدى لرغبه شعب، منظومه شعب باكملها، يعني في النهضه وفي التقدم والتطور في كل المجالات وليس فقط المجال الرياضي. أما بالنسبة للأحداث العنيفة التي عرفتها فرنسا في الأيام القليلة الماضية، فقد سبق لي في فيديو سابق أن قلت أن هذه الأحداث هذا العنف هذا سببه هو تنامي حدة الكراهية من جهة ديال القوات العمومية الفرنسية. كاين المشكل ديال العنصرية، كاين المشكل ديال التمييز، ومن جهة ديال الجالية ومن جهة ديال النظام الجزائري كذلك كاين تصاعد يعني حدة الكراهية، ويظهر هذا في كثير من المظاهر، من بينها يعني زيادة مقطع في النشيد الوطني ديال النظام الجزائري، مقطع اللي كيقول لقد مضى وقت الحساب والآن جاء وقت مضى وقت العتاب والآن جاء وقت الحساب. إذا هذا تهديد بالحساب، يعني بمحاسبة فرنسا، ومن شأن هذا أن يزيد من تصاعد وحدة الكراهية بين الطرفين. المشكلة أن فرنسا، يعني هذه الأحداث هذه بينت على أن فرنسا كتحصد الثمار ديال السياسة التي نهجتها لسنوات طويلة مع الدول الإفريقية اللي هي كانت مستعمرتها سابقا. النظام الفرنسي هو أكثر من يعلم بالفساد ديال المنظومة السياسية ديال النظام الجزائري، وعنده عليه ملفات خطيره ديال مثلا العشريه السوداء في التسعينات، ملفات خطيره اللي تورط فيها يعني رموز كبار في يعني في الدوله الجزائريه. اذا عندها عليها دوسيات دسمه اللي كتبين على فساد هذه المنظومه السياسيه في الجزائر، ومع ذلك كتدعمها. فرنسا كتدعم النظام الجزائري منذ بدايه الستينات، منذ الاستقلال. اذا كتدعموا تحت الطاوله في القضيه ديال الصحراء يعني، وفي نفس الوقت كدير واحد السياسه ديال التوازنات مع المغرب كذلك، كتبين له على انها معاه وانها مع الطرح ديالو، ولكن ما كتوصلش انها تصرح بذلك تصريحا رسميا، وكدير شي خطوه اللي عمليه اللي كتبين على ان فرنسا هي مع السياده المغربيه على صحرائه. اذا فرنسا كدير هذه السياسه ديال اقرار توازنات باش ما لا المغرب يظهر كقوه اللي يمكن هو يكون البديل ديال فرنسا في هذه المنطقه كلها، وكذلك حتى الجزائر ما تحققش واحد التنميه وما يكونش واحد التكامل اقتصادي بينها وبين المغرب وكذلك الدول المغربيه الاخرى، لان فرنسا طوال السياسات ديالها مع الدول الافريقيه، الدول اللي كانت مستعمره سابقا، دائما كانت كتركز على فكره فرق تسد، وكانت دائما في علاقاتها مع الدول الافريقيه ما كيهمهاش الشخص الافريقي، المواطن الافريقي، واش يتنمى ولا ما يتنماش، واش يتقدم ولا ما يتقدمش. كل ما كان يهم فرنسا ولا زال لحد هذه الاحداث يهمها هو انها كتضمن مصالحها الاقتصاديه وامتيازات ديال الشركات الفرنسيه العامله في تلك الدول، وكذلك كتضمن ارتباط هذيك الدوله يعني بالعالم الفرنكوفوني، يعني هذا من الناحيه الثقافيه. وكذلك اللي كيهمها كذلك من الناحيه الامنيه، يعني ما يمكنش يكون شي حاجه في هذه الدول في غير صالح فرنسا، والا تتدخل عسكريا او لا تتدخل لدعم هذا الرئيس او ذاك. طبعا كل هذا حفاظا على المصالح ديالها من غير نظر ومن غير اهتمام للمصالح ديال المواطن الافريقي.
إذا في المحصلة الأخيرة هذه النتائج اللي كتحصدها فرنسا، النتائج ديال السياسات اللي كانت كتنهجها مع الدول الافريقيه. وخير مثال مثلا المثال ديال النظام الجزائري. اذا دائما فرنسا كانت كتدعم النظام الجزائري، وما كانت حتى شي تنميه في البلاد اللي فرنسا غادي تجيبها للجزائر او لا جابتها، ما كايناش. كل ما يهم النظام الفرنسي هو انه ضمان مصالحه في منطقه الساحل والتحالف مع النظام العسكري، ولو ان فرنسا هي اول من يعيب هذا النظام وكياخذ عليه واحد النقاط كثيره عندها علاقه بحقوق الانسان وعندها علاقه بالحريات العامه وكذا. اذا هو كيعتبره نظام مستبد وفي نفس الوقت كيدعمه كيتحالف معه. هذا تناقض. اذا ها فين وصلت فرنسا بهذه السياسه ديالها. مثلا الجزائر الان ارتبطت في الحضن الروسي، راه ممكن غادي تقدر تجيب روسيا. راه سمعنا بان وشفنا بان كاين بواخر حربيه روسيه وصلت للموانئ الجزائريه. اذا ممكن الجزائر تجيب الاسطول الروسي، تجيبوا قريب من الشواطئ ديال الاتحاد الاوروبي ب 57 كيلومتر، وهذا اكبر خطر ممكن يهدد فرنسا. اذا هذه هي نتيجه ديال السياسه الفرنسيه السيئه مع الدول الافريقيه، واللي الان فرنسا كتحصد هذه النتائج. وكذلك مما يدل على تهافت وتهالك السياسه الفرنسيه بازاء الدول الافريقيه الشيء اللي كانت دير فرنسا مع المغرب مؤخرا في هذه الاشهر والاسابيع القليله الماضيه. قضيه اتهام المغرب بيغاسوس، يعني التجسس. كذلك التوصيه ديال البرلمان الاوروبي اللي وقفت عليها فرنسا وهي اللي تثبت فيها بشان حقوق الصحفيين في المغرب، وكذلك تقليص العدد ديال الفيزا اللي تعطى للمغاربه، وكذلك المضايقات اللي تعرضوا لها شخصيات سياسيه وعلميه وفنيه مغربيه في فرنسا. كل هذا الشيء هذا كيعني ان فرنسا كتضغط على المغرب، هي كتسكت، عارفه هي فساد النظام العسكري في الجزائر، سكت عليه وتدعمه في مختلف المنابر وحتى في البرلمان الاوروبي، حيث انها تقف ضد كل توصيه التي تمس النظام الجزائري، وكذلك في الامم المتحده. واذا كدير هادشي كتدعم نظام اللي هو فاسد وهي كتعرف بلي هو فاسد، وبالمقابل من ذلك كتضغط على المغرب بالامور اللي قلنا. اذا هذا الضغط هذا كله المغرب كيتعامل معاه بواحد الدبلوماسيه هادئه، بواحد الدبلوماسيه رزينه، بواحد الدبلوماسيه استباقيه. والنتائج ظهرت في هذا غير امس واول امس. يعني الخطوه الهامه اللي دارها المغرب بالنسبه للعلاقات مع ايطاليا، زياره وزير الخارجيه المغربي لايطاليا، خطه العمل اللي دارها مع ايطاليا، واعتراف ايطاليا يعني بالطرح المغربي الجاد بالنسبه للسياده ديالو على الصحراء المغربيه. وكذلك الزياره ديال بريطانيا لالمانيا، واللي يعني توجت بالبدء الحوار الاستراتيجي في السنه القادمه، كما درنا مع الولايات المتحده الامريكيه قبل ما نديروا معها الشراكه الاستراتيجيه. درنا معها الحوار الاستراتيجي يعني في بدايه الالفيه الثالثه. اذا المغرب بالحركيه الدبلوماسيه ديالو قدر يعزل فرنسا. اذا الانجاز مع اسبانيا ثم ايطاليا ثم المانيا ثم بريطانيا، وهي خرجت من الاتحاد الاوروبي. اذا ماذا تبقى لفرنسا؟ اذا الان فرنسا معزوله، ولزاما عليها الان، اصبح لزاما عليها ان يعني تبين بواحد الخطوه عمليه انها يعني تعترف بالسياده المغربيه على صحرائه، والا ما غيكونش شي حل، ما غيكونش توافق بين يعني المغرب وفرنسا. اذا اشير الى ان السر في قوه هذه الدبلوماسيه المغربيه هو فكره الاستباقيه، ثم فكره الواقعيه، ثم فكره العقيده. هاد قوه الدبلوماسيه المغربيه تتكئ على العقيده الدبلوماسيه اللي المصدر ديالها هو الاقتناع ديالنا بالحق ديالنا في الصحراء ديالنا. اذا الصحراء ديالنا هي المنظار اللي كنشوفوا به، يعني كنشوفوا به وكنعرفوا به وكنقيسوا به كذلك صداقه الصداقات، وكذلك نزاهه الشراكات.